لكل يلي عم يهرب من تمرين الرجلين، تفضلوا لعندي وجربوا لي هذا التمرين. أنا الكوتش هادي. تمرين الرجلين من التمارين المهمة جداً واللي ما لازم نهملها أبداً. ولا تنسوا أبداً أنه الرجلين هي بتمثل نصف الجسم. تمريننا لليوم هو جذاب للعالم يلي عم تهرب من تمرين الرجلين. بعد الإحماء الجيد لعضلاتي على الدراجة، رح ألعب جلستين على الطاولة الأمامي من باب الإحماء الخاص للعضلة. التمرين الأول لليوم هو دمج ما بين تمرينين، السكوات والطاولة الأمامي. رح ألعب جلسة للسكوات 12 تكرار بأوزاني العادية حتى لو كانت مرتفعة شوي، ومن ثم بنتقل مباشرة على الطاولة الأمامي وبعمل 20 تكرار بأوزان متوسطة، وهدول رح أعتبرهم جلسة واحدة وبعيدهم 3 جلسات. بس الوزن يلي عم بتمرن فيه بالسكوات رح أرفعه تدريجياً بكل مجموعة، ولكن الوزن يلي بالطاولة الأمامي رح خليه ثابت. التمرين يلي بعده رح يكون بنفس الطريقة، ولكن هلأ رح أجمع ما بين المكبس والطاولة الخلفي. رح أطلع على المكبس بوزن مناسب، رح أعمل 12 تكرار بحيث وضعية رجلي مثل رقم 11 من الوسط. رح خلص ال 12 تكرار وانتقل مباشرة للطاولة الخلفي بحيث اني ثبت الوزن مثل ما عملت بالطاولة الامامي من قبل، واعمل 20 تكرار بوزن متوسط. هي تعتبر الجلسة الاولى من هذا التمرين، وبعيد الامر 3 جلسات. اما التمرين الثالث فهو رح انتقل للسومو سكوات بالدامبل، رح العبه 12 10 8 لحتى شغل العضلات الداخلية للأرجل مع الاحترام للوصول للفشل العضلي. رح دخل معه تمرين هو الديد ليفت هامسترينج. فالعضلات اللي بتشغلها الديد ليفت هامسترينج هي تختلف كلياً عن العضلات اللي بتشغلها الطاولة الخلفي. وبنفس الطريقة تبع تمريننا لليوم، بنفس التكنيك، رح ارفع الأوزان بالسومو سكوات وثبت الوزن بالديد ليفت هامسترينج. التمرين الأخير بعد ما خلصت هو البطاط. رح انتقل لجهاز البطاط وعمله 3 مجموعات ب 18 تكرار أو حتى 20 تكرار. جربوا لي هذا التمرين وخبروني واعطوني رأيكم فيه بالتعليقات. هاد كان كل شيء لليوم، استنوني الأسبوع القادم بحلقة جديدة ومعلومة مفيدة. للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم هي حساباتي على السوشيال ميديا. كنت معكم أنا الكوتش هادي.